ما للجو تاني وترجع مدينتنا الجميلة. يا ريت نتمنى الأيام الجاية تكون أحسن بكتير جدا إن شاء الله. واحنا طبعا مع ضيفنا الأستاذ سامح المصري. أستاذ سامح، هرجع تاني للجزئية كده في عجالة بسيطة كده ونتكلم عن محافظة الشرقية واللي حصل اليوم الاعتداء على مبنى المحافظة وعلى ايه تاني. كان في كذا مجلس حاجة. مجلس مجلس مدينة المدينة. الزقازيق. مجلس مدينة الزقازيق، انت كنت متواجد يوميها في بالفعل، وقتها؟ كنت موجود في الأحداث. الرواية بدأت إن إحنا كنا موجودين عند ميدان ديوان عام المحافظة، لتغطية طبعا الأحداث. إحنا لو لما بننزل في مسار بتبقى مسار سلمية طبعا، ممنوع اشتباك مع الأمن، ممنوع إن إحنا نضرب الأمن، ممنوع إن إحنا نحدف طوب. المثل الأعلى أنا كسامح المصري غاندي وليس جيفارا. أنا بالنسبة لي يعني مثل الأعلى في الثورة إن أنا ثورتي سلمية. تمام. فكنت موجود لرصد يعني هل احتويتوا الموضوع في مجلس المدينة رغم ان هي تقريبا لتاني مرة لا، هي حدثت مرة واحدة في فقط. مجلس المدينة؟ حدثت مرة واحدة فقط، ده يوم 27. تمام. حضرتك كنت موجود لتغطية الأحداث. كان في عدد صغير جدا من الشباب، أعمارهم تتجاوز من 12 ل 15، ما تعديش ال 20 سنة. في تبادل واشتباكات ما بينهم وما بين الأمن فجأة. حاولنا طبعا ان احنا نفهمهم، نوعيهم يا شباب بلاش اشتباك مع الامن. طبعا هم لهم هدف معين نازلين يطبقوه، وما قدرناش ان احنا نوصل معاهم في مبادره. فسمعت مجموعه منهم قالوا ان احنا هنتوجه لمجلس المدينه. فهم كانوا شافوني في المسيره اللي كانت موجوده في مسجد الفتح، انا اللي بدات بيها، فقالوا لي انت مش كنت موجود معانا في المسيره؟ قلت له ايوه. قال طب يلا نروح على مجلس المدينه. قلت له هو انت تعرفني عشان انا اروح معاك على مجلس المدينه؟ انت ازاي انا ننسق معاك؟ وان انت هتروح مجلس المدينه تعمل ايه؟ انت هتروح تحرق؟ هتروح انت عاوز اعترض في مسائل سلميه زي اللي احنا بنطلع بيها؟ فبالفعل مجموعه منهم جمعوا بعض وتحركوا لمجلس مجلس المدينه. رحت طبعا عشان خاطر ارصد اللي بيحصل هناك. حاولت ان انا ابلغ، بحيث ان يكون امن موجود، لو حد عايز يعبر عن رايه يعبر رايه بكل حريه، لكن ما تعتديش عن المجلس او شيء. رحت للاسف متاخر شويه، بعديهم لقيت تم تهجم على مجلس المدينه، سرقة بعض المحتويات اللي موجودة فيه، زي جهاز فاكس، زي جهاز كمبيوتر، زي جهاز. طبعا ما شفتش ده بنفسي طبعا، من شهود عيان كانت الاحداث موجودة في لكن احنا نتمنى دايما كده يا استاذ سامح، يعني ان دايما يكون في صوت العقل بالنسبه لكل شبابنا جميل جدا، شباب بيحافظ على بلده، لكن بعض عناصر بتخرج ممكن تقلب الدنيا، وده مش في صالح، يمكن زي اللي شايفينه في كل محافظاتنا. انا عايزه ارجع تاني ونشوف احداث السويس. الفريق مهاب